حلمنا مش بالكلام مش بالكلام مش بالكلام. دكتور عصام أستاذ عماد، النهارده كل الرسائل موجهة بشعر العملية. سعادة وجود حضرتك، ولكل ثورة من ثوراتنا بتكون دايما مرتبطة باسم شاعر أو مطرب معين. يعني على سبيل المثال الشاعر الكبير محمود سامي البارودي فارس السيف والقلم شاعر الثورة العربية. أيضا سيد درويش مطرب ثورة سعد زغلول، وعبد الحليم حافظ مطرب ثورة يوليو، ولكن ده ما حصلش في ثورة 25 يناير. يا ترى إيه السبب؟ لا هو حضرتك شاعر عبد الرحمن يوسف طبعا مفيش كلام يعني. لكن يعني طبعا بنلاقي يعني بعد الثورة ظهر العديد من الشعراء والأسماء المميزة، يعني ما نقدرش نختارهم في حد محدد. كان عندنا مجموعة نجم اسكندرية، يعني احنا جماعة النيل على منصة العالية، واخد حضرتك جماعة النيل دي كلها شعراء نجم اسكندرية، بس مفيش حد قدر يعني يصور الميدان ويبقى موجود قبل وبعد أكتر من الشاعر عبد الرحمن يوسف. وأنا مش أي علاقة شخصية بيه، بس أنا بحبه جدا وهو فعلا يستاهل إن هو يبقى شاعر الثورة. حضرتك ذكرت جماعة النيل، وهي طبعا ليها نشاط واضح على الساحة، فكنت عايزة حضرتك تكلمنا عن بداياتها وعن أهدافها. تعتبر من ثمار الثورة، يعني جماعة النيل دي ينفع أقول العنوان ولا؟ اتفضل. هي حضرتك في 1101 في جاردن سيتي، واللي هو مقر المنتدى الثقافي المصري، وكان قبل كده مستحيل إن هو يبقى عندنا نشاط بدون اشتراكات بدون، وده الفضل يرجع فيه الحقيقة لسيادة السفير أحمد الغمراوي، لأن كان في تضييق يعني. مش قصدي إن الدكتور هو بالتأكيد بعد الثورة بقى في مزيد من الحرية يعني. الحاجات دي رئيس وزراء مصر الأسبق هو كان رئيس المنتدى عندنا، وهو راجل فاضل وعظيم واحنا بنحبه جدا ونقدره، بس كان في ضغوط أمنية، يعني أمن الدولة كان مستحيل 50 واحد يجي يعني، كان مجتمع أمريكي. ونشاطها بيقتصر على الشعر فقط؟ لا هي حضرتك بكل الأنشطة يعني. أنا حضرتك يعني أنا بكتب في القصة وفي المقال وفي المسرح وفي الشعر، ولكني يعني شاعر فقير، بكتب وغني للبشر، أحلام بتسكن في الورق، بكتب كتير 2000 قصيدة في الوطن غير اللي ضاع واللي اتسرق، بدخل سبق ويا الحمام يطير أطير، لكنه عمره في يوم ما يسبق خطوتي، لو يوم سبق تلاقيني برجع الموت وغير واجري وراه واجيبه لو حتى السبق، واقول له ليه ما بتعترفش الليل كبير، يقول خلاص اللي سبق كان سبق كان سبق. طيب نرجع تاني لجماعة الدين، يعني عايزة أتكلم مع حضرتك على كيفية انضمام الشعراء الصغار أو المبدعين، يعني ده بيتم ازاي؟ حضرتك بيتصلوا بيا، وفي موقع على الفيسبوك، في كاونت على الفيسبوك، وفي موقع على الانترنت باسم الجماعة، والاشتراك مجانا مفيش أي رسوم، واحنا عندنا يعني نوعين من الأعضاء، محب وخضر حضرتك ومنتمي. يعني إذا كان شاعر أو خاص بيبقى منتمي، إذا كان بيحب يقرأ الشعر أو بيحب يسمع أو بيحب يبقى موجود معانا بيبقى محب، وهو بيبقى مضاف يعني بيبقى عضو عندنا. أستاذ عماد، احنا دلوقتي بيكون عندنا في مصر كتب ورقية وكتب إلكترونية، فهل حضرتك شايف ان من الأفضل ان ديوان حضرتك يكون موجود على الإنترنت، يعني يوافق على وجود ديوان حضرتك على الإنترنت بحيث يكون في فرصة لأن هو كل الجمهور يقراه بشكل أوسع من خلال هو طبعا موضوع الإنترنت أفضل بكتير، يعني هو دليل اللقاء الأول. يعني هو حضرتك أنا نزلت الديوان بتاعي على الإنترنت، المعدة الأستاذة منى اتصلت بيا، بيكون في فرصة إن حضرتك تتواصل مع الجمهور. عايز أعرف ردود الأفعال أخبارها إيه على الديوان؟ لا الحقيقة هي جدا جدا، بس هو الفيسبوك في مشكلة يعني كبيرة جدا جدا، إن هو الناس بتجامل كتير، فأنا ما بصدقش حد، يعني لأني باجي ألاقي مثلا أنا كتبت قصيدة فلاقي أكثر من 1000 واحد بيقولوا إن هي عظيمة وأحسن حاجة في العالم، وبعدين بلاقي حاجات ناس تانية كاتبين حاجات مكسرة جدا وحشة جدا، وبرضه كاتبين لهم إن هم أحسن ناس في العالم. طبعا أنا ما بصدقش. هو طبعا تتنوع الأذواق يعني. لا هي الناس كلها ذوق لطيفة، فبتحاول إن هي تقول كلام لطيف، يعني بتشجع اللي بيكتب يعني. لكن هو النقاد المفروض الشاعر ما يصدقش غير الناقد، يعني اعجاب اللي هو الجمهور. في ناس كتير بتجامل فبتدي فكره للحد ان هو كويس، انما اللي بيصطدم بقى بالنقاد يعني. بس انا عايز ارجع مره ثانيه لديوان حضرتك الحب في مكان التحرير. حضرتك ذكرت ان هو بيضم 50 قصيده، يا ترى لو حضرتك اخترت لنا النهارده قصيده كل مشاهدينا اقرب قصيده لقلب حضرتك ايه في الديوان؟ يا حبيبتي يا حبيبتي جبت أسود قلبك الطيب منين؟ كل الولاد سابوا البلاد متغربين،
الشمس هربت من السماء في عز النهار، والأرض بدل القمح طرحت مصريين. يا حبيبتي انت أسود قلبك الطيبين. كل الولاد سابوا البلاد متغربين، الشمس هربت من السماء في عز النهار، والأرض بدل القمح طرحت مخبرين. العنكبوت فوق الهرم ماسك خيوط، والشمس والنمل فوق نخل البلح طارح بيوت، والصوت بينقر في الوطن حالف يفوت. لو كنت صوت اديني فرصة للسمع، كل القصايد في السمع تطرح أمل للمجتمع، يا ضوء نجاة من إيد إيدين لحسن بموت. النمل فات سكن البحور عدى البحور سكن البيوت، والنور هرب عطشان شرب من ضلمة بتحب السكوت. يا حبيبتي جبت أسود قلبك الطيب منين. كل الولاد سابوا البلاد متغربين، الشمس هربت من السماء في عز النهار، والأرض بدل القمح طرحت مخلوق. أستاذ عماد، تنوعت محاولات حضرتك، محاولات أدبية، محاولات صوتية، شعر، مسرح. عايز أعرف التنوع ده بيفيد حضرتك في إيه؟ هو طبعا أنا شاعر يعني في الأساس. يعني هو محاولات. أنا كتبت في القصة القصيرة وهي مجموعة اللي هي عبد اللطيف المصري تحت الصبر ويعني حاسس يعني رضا بعض النقاط، وفي اجتماع يعني قالوا لي ان هي مش يعني خليك شاعر احسن وضع حضرتك. وانا بكتب برضه في مقالات في اغلب الجرايد المصريه، وليا موقع على الانترنت شعراء من اجل الوطن. كمان أستاذ عماد، حضرتك ليك مسرحية شعرية وهي ملكوت الحلم، ولكن لسه ما خرجتش للنور. عايزة أعرف إيه أسباب ده ويعني ليه لغاية دلوقتي يعني المسرح الشعري مش واخد حقه؟ هي المسرحيه دي انا كنت كاتبها على اساس ان هي هتبقى على مسرح السيرفس اللي هو اتهد دلوقتي. يعني هو كنا احنا كاتبينها، وكان معايا المخرج الصديق الجميل محمد عسكر وانا الوحيد لان هو اللي شجعني ان انا اكتبها يعني. وكان فيها مقاطع كانت مهمه جدا جدا في الوقت اللي هو اللي فات دوت، وحبينا ان احنا نعملها يعني. اولا ما لقيناش دعم وما لقيناش، قلت ان انا اربحها يعني، فهي دلوقتي تحت الصدر. فمن الحقيقه هي انا لغايه دلوقتي منتظر بقى مخرج. هو دلوقتي خلاص ما بقاش في مشكله يعني، هي دلوقتي بتتعمل عادي. كان الأول ما ينفعش عشان النظام، إنما دلوقتي بالتالي تبقى عادي. طيب احنا النهارده مستمتعين بشارع العامية مع حضرتك، فعايزين نسمع حاجة تاني من حضرتك للمشاهدين. من غير حواديت في كلام يتعاد، من قبل ما حتى يبيعوا الغاز والشر اشتر، وغطارة وغرب وسنين في البرد على لمب الجاز. ما تقولش جواز وشوار وغاز ولا أبحث غير، ما تكونش عريض وتحط وابور جنب البوتاجاز. اصحى يا أستاذ، مش تعبين ما احناش لاعبين، خالد وسعيد لم يرص حديد، لعبوا الاثنين ولا واحد فاز. المقدس فين وسودانين، ونجيب له منين مشروع الباز. اصحى يا أستاذ، اصحى يا أستاذ. هل يا ترى الشعر والشعراء دلوقتي واخدين حقهم من اهتمام كافي من وسائل الإعلام، سواء كانت المطبوعة أو المسموعة أو المرئية، ولا حضرتك شايف إن لسه في تقصير؟ لا طبعا دلوقتي في فرصة كبيرة. لا بعد الثورة في فرصة كبيرة، بس الناس لازم تفصل يعني. دلوقتي مثال كل حاجة اختلفت، في فرصة كبيرة. فدلوقتي الموضوع ده أفضل من قبل أيام الثورة. يعني حضرتك